لك أن تتخيل إن الميمز دي تأثير كبير عليك وأنت مش واخد بالك، والميمز هنا معناه أشمل من اللي أنت متصوره. أول حاجة أعرفك يعني إيه ميمز. الميم يعني وحدة لحمل الأفكار الثقافية أو الرموز، واللي ممكن تنتقل من عقل للتاني من خلال الكتابة أو الكلام أو الإيماءات أو أي ظاهرة أخرى قابلة للتقليد يربط بينها صورة عامة. كده الحوار طلع كبير أوي. باحثون اللي هو جمع باحث يعني في الجامعة الوطنية الأسترالية أثبتوا إنك ممكن تستعمل الميمز لنشر أفكار متحيزة وتزيد قابلية تصديقها بسبب وجود تفاعل كبير معاها. المهم واحدة من الباحثين عملت تجربة عن التحيز تجاه المهاجرين المسلمين في الولايات المتحدة. حطت صورتين لتمثال الحرية، صورة منهم تمثال الحرية لابس حاجة شبه النقاب مع جملة مرحبا بالمهاجرين بشرط أن يتقبلوا قيمنا. وهنا بيختبروا الميم ده حقيقي ولا تعصب ضد المهاجرين. قسموا اللي معمول عليهم تجربة لفريقين. الفريق الأول رفعوا له عدد اللايكات لحد ما وصلت ل 18,000 لايك على البوست، فاللي معمول عليهم التجربة اتأكدوا إن الكلام ده حقيقي وصدقوا. وعلى العكس، الباحثين خلوا عدد اللايكات 12 لايك بس على البوست اللي معروض على الفريق التاني، فاعتبروه تعصب ضدهم. التجربة طلعت استنتاج، وهي إن احتمال تصديق المحتوى كحقيقة بيزيد لما بيكون المتفاعلين على البوست أو الميم توجههم مماثل للتوجه الشخصي. يعني الفريق الأول شاف إن الميم نال إعجاب أشخاص كتير من نفس توجههم السياسي، وساعتها مالوا لتلقي البوست كحقيقة أكثر من كونه مجرد تحيز. فاهم حاجة ولا إيه؟ وحصل العكس مع الفرقة التانية، شافوا إن محتوى الميم متحيز أما كان مصدره من الطرف المعارض، ده غير التفاعل الضعيف اللي على البوست. الباحثين حذروا من التلاعب بالعوامل دي، والمفروض يبقى في حس نقدي لتجنب الانسياق ورا البوستات أو أي حاجة بتتنشر عشان ممكن نتلعب في محتواها. الميمز مش مجرد متعة وترفيه، الميمز ممكن تغير في سلوك الناس والمجتمع كله، عشان الكوميديا أسرع حاجة بتنتشر. هي مش كل الميمز كوميدي، بس أكترها كوميدي، غير انتشار المعلومات المضللة من خلالها. والمشكلة هنا عامل التفرع، بمعنى ده يقول لده وده يمنشن لصاحبه وهكذا. وكمان الميمز أسهل في الإنتاج من الصور والفيديوهات المفبركة، وأصعب في الرصد من الذكاء الاصطناعي. واحد اسمه ديليب جورج باحث في الذكاء الاصطناعي بيقول إن الميمز معقدة بشكل كبير بسبب إن شكل الحروف وحجمها وموضعها متنوعين، حتى الميم في تصميمه مش سالك. سلام عليكم.